السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. عندنا النهاردة شرح أول منهج أو أول درس عندنا في المنهج هو موقع ومظاهر سطح قارة آسيا وأوروبا. يبقى أنا النهاردة سنة تانية إعدادي هتكلم عن إيه؟ هتكلم المنهج كله من أوله لآخره عن قارتين، قارة آسيا وقارة أوروبا، من حيث موقع، من حيث المناخ، من حيث كل حاجة. فأنت أول مرة تتفرج علينا تشجعنا باللايك وتشترك في القناة، تسمع لنا في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. طبعا أنت سامع إن منهج تانية إعدادي من المناهج التقيلة جدا 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 جدا. طبعا ده اساسي ومن غير اي ما حد يعني بيكذب عليك، هو كده فعلا، بس معانا احنا هيكون سهل جدا لاننا نبسط كل المعلومه ونحفظها بكل طريقه وباشكال مختلفه. يلا نبدا كده. درسنا الاول في المنهج كله زي ما احنا متفقين موقع ومظاهر سطح قاره اسيا وقاره اوروبا. يبقى انا في الدرس ده اولاد انا هتكلم عن ايه؟ انا هتكلم عن الجبال، الهضاب، السهول، الكلام ده كله. ده جزء من الدرس. طبعا انت لازما زي ما انت متعود تتكلم عن مساحه القارات اللي هتتكلم عنها، تتكلم عن اهميه القارات اللي انت بتتكلم عنها، يعني بنتكلم عن كل التفاصيل اللي تخص الدرس ده والمنهج ده. يلا نبدا كده حبيبي. هنا دي قاره اسيا وجنبها على طول قاره اوروبا، يبقى كل المساحه دي قاره اسيا اللي هي 44.2، قصادها كده جنبها كده على طول اوروبا اللي هي 10 ونص، اللي هي إيه يا باشا 10 ونص. الاثنين على بعض القارتين كده، شوف جنب بعض ولا مش جنب بعض؟ تقول لي يا مستر جنب بعض. عليها سؤال، يطلق على قارة آسيا وقارة أوروبا اسم أوروسيا. يطلق على آسيا وأوروبا اسم إيه؟ اسم أوروسيا. وهنعرف دلوقتي ليه بنقول عليها ها أوروسيا، لأن قارة أوروبا امتداد لقارة آسيا من جهة الغرب. لأن قارة أوروبا امتداد لقارة آسيا من جهة الغرب. يعني إيه يا مستر؟ يعني قارة أوروبا بتكمل قارة آسيا من جهة الغرب، واللي بيفصل بينهم قبل ما نقلب هنا كده لازم تكون حافظ الحتة دي. اللي بيفصل هنا فده جبل اسمه جبل أورال. ده اسمه جبل إيه يا باشا؟ ده جبل أورال. فاهم؟ يبقى يفصل اسيا عن قاره اوروبا جبل، ايوه جبل اسمه ايه؟ جبل اسمه جبل اورال. طب يا عم معتز، وبعدين نبدا نتكلم عن مساحه كل واحده وترتيبها والكلام ده كله. تعال نشوف. انا لسه قايل لك ان اسيا مساحتها 44 و2 من 10، يعني 30% من مساحه القارات. يعني كام؟ 30% من مساحه القارات. طب وبالنسبه لقاره اوروبا هي رقم 6 في المساحه. يبقى رقم واحد واحنا حافظينها من السنه اللي فاتت في سنه اولى اعدادي ان اولى القارات مساحه كانت اسيا والثانيه كانت افريقيا. النهارده بنضيف ان اوروبا رقم 6 لان مساحتها كام؟ 10 ونص. يعني كام في المية من مساحه القارات؟ 7% من مساحه القارات. يبقى اسيا اولى، اوروبا سته. ولازم تخلي بالك من النقط الرفيعه دي. لسه انا قايل لك من شويه ان قاره اسيا وقاره اوروبا الاثنين لازقين في بعض والاثنين اسمهم اوراسيا، فيطلق على قاره آه، اوروبا واسماء اسيا اسم ايه؟ اسم اوراسيا. انا هنا ممكن اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك بما تفسر ليه بنقول على اسيا واوروبا اوراسيا، هتقول لي يا باشا لان اوروبا تبدو وكانها امتداد طبيعي لقاره اسيا من جهه الغرب. يبقى تاني، لان قاره اوروبا تبدو وكانها يا باشا امتداد طبيعي، يعني بتكمل اسيا من جهه نقطه مستر معتز من جهه الغرب. دي هنا تفسر. في حاجه تانيه طبعا ممكن تجي لك اكمل، وده سؤال كتاب مدرسه كمان يا عم واختار. تمام جدا يا مستر معتز. ايه تاني اللي هنتكلم عنه؟ هنتكلم بقى عن قاره قاره، واحده واحده، تفاصيل تفاصيل، موقع جغرافي، موقع فلكي، موقع كل حاجه. الموقع الجغرافي لازم أن تركز معايا ان المياه محيط قاره اسيا المحيطات من ثلاثه جهات. يبقى تاني، محيط اسيا المحيطات من ثلاث جهات. يعني ايه يا مستر معتز؟ محيط اسيا المحيطات من ثلاث جهات، يعني بيحدها شمالا محيط القطب الشمالي، بيحدها جنوبا المحيط الهندي، بيحدها شرقا المحيط الهادي. كده كم محيط؟ كده ثلاث محيطات. فهو قال لك يحدها ثلاثه محيطات. تعال يا باشا كده، شمالا زي ما احنا قلنا المحيط القطبي الشمالي وهنقوله على الخريطه دلوقتي. شرقا المحيط الهادي زي ما احنا قلنا. غربا جنوبا المحيط الهندي. طب غربا؟ قال لك لا، غربا ده حوار كبير جدا. ليه يا مستر معتز؟ قال لك غربا فيها حدود بريه بناخدها مشي، وحدود بحريه يعني بحار وكلام من ده. فقال لك غربا فانا عندي حدود مائيه، فهي فيها ايه؟ بحر احمر، بحر اسود، بحر متوسط. وكل الكلام اللي انا قلته ده
عيده تاني بس على الخريطه لان لازم نشرح خريطتنا. طيب وحدود بريه انا لسه قايلها في الخريطه قبل ما اقلب، جبال اورال اللي تفصل اسيا عن قاره اوروبا، ودي لوحدها اصلا اكمل تفصل اسيا عن اوروبا. جبال نقط جبال اورال. طب يا مستر معتز عيد لي الكلام ده تاني. اقول لك يلا بينا نعيد تاني، بس فين ما صليتش على النبي، فين الكومنت، فين يعني اعمل اي حاجه يلا ها. يلا شمالا ده في الشمال يا مستر معتز المحيط القطبي الشمالي. جنوبا يا مستر معتز المحيط الهندي. يبقى تاني يا باشا، شمالا محيط قطب شمالي، جنوبا محيط ايه؟ هندي. طيب شرقا محيط هادي. يبقى ده محيط قطبي شمالي، محيط هندي، محيط هادي. تمام، ادي الثلاث محيطات اللي اتكلمنا عنهم. خش على الغرب يا مستر معتز. تعالى يا سيدي، ها، بحر احمر، بحر متوسط، بحر اسود. ها تاني يلا قال بحر احمر، بحر متوسط، بحر اسود. فاضل ايه يا مستر؟ الحدود البريه اللي هي ايه يا مستر معتز؟ جبال اورال اللي بتفصل اسيا عن قاره اوروبا. يبقى دي جبال ايه يا مستر معتز؟ دي جبال اورال. تمام تمام يا عم معتز. قبل ما اقلب خريطتي لازم أنا اقول لك الدوائر العرض الرئيسيه اللي موجوده فين في القاره ديت. في اسيا في ثلاث دوائر عرض رئيسيه. في اسيا في كام دائره عرض رئيسيه؟ في ثلاثه. تحت كده اهو، ها، دائره الاستواء. في النص هنا اهو، ايوه يا مستر، ها، مدار السرطان. فوق خالص اهو، ها، الدائره القطبيه الشماليه. تاني عشان مش هرجع الخريطه تاني غير في الاخر بقى. تعال، ها، يبقى دي دائره ايه؟ دائره الاستواء. ده مدار ايه يا مستر؟ مدار السرطان. دي ايه يا مستر معتز؟ الدائره القطبيه الشماليه. هضيف ليك مضيق بيرنج. ايه هضيف ليك مضيق بيرنج اللي بيفصل اسيا عن امريكا الشماليه. ايه هضيف ليك مضيق ايه يا مستر معتز؟ مضيق بيرنج اللي بيفصل اسيا عن امريكا الشماليه. في مضايق تانية طبعا بيفصل اسيا عن عن افريقيا، مضيق باب المندب. اسيا عن افريقيا باب المندب، ولسه هنكمل ولسه هنكمل. تمام، يبقى انا عاوز اهم حاجه عندي ان ده مضيق بيرنج اللي بيفصل اسيا عن امريكا الشماليه. تقول لي يا مستر في مشكله هنا؟ اقول لك انت عندك مشكله هنا. او تقول لي لا، اقول لك انا كمان ما عنديش اي مشكله. من خلال الموقع الجغرافي لقاره اسيا تعال نشوف. تقترب اسيا من افريقيا زي ما انا قايل لك عند مضيق جبل باب المندب. طب تقترب اوروبا من اسيا عند مضيق البسفور والدردنيل، وده هنقولها برضه لها وقت تاني نتكلم فيها. وتقترب امريكا الشماليه من اسيا عند مضيق بيرنج. كل ده بيجي يا مستر معتز لما خلاص اقول لك رود اكمل. تقترب اسيا من استراليا عند بحر تيمور. لازما الكلام ده كله تكون حافظه لان كل ده يجي ايه؟ اكمل. يبقى تقترب اسيا من افريقيا باب المندب، تقترب اوروبا من اسيا عند بوسفور ودردنيل، تقترب اسيا من امريكا الشماليه عند مضيق بيرنج، وتقترب اسيا من استراليا عند بحر ايه يا مستر معتز؟ بحر تيمور. طب تيجي نشوف اللي بعد كده، الموقع الفلكي. طبعا من السنه اللي فاتت واحنا عارفين ان احنا ما عندناش ارقام ودوائر عرض وخطوط طول وكلام من ده. بس 10 جنوبا 81 شمالا دي دوائر عرض، خطوط الطول 26 شرقا 170 غربا. فاحنا قلنا من خلال الموقع الفلكي اسيا تقع في نصف الكره الارضيه الشمالي، فيما عدا دي كده اكمل. فيما عدا يا مستر معتز الجزر الاندونيسيه. مالها دي يا مستر معتز؟ تقع جنوب دائره الاستواء. يبقى اسيا معظمها في النص الشمالي ما عدا جزر اندونيسيا تقع جنوب دائره الاستواء. طب يا عم معتز وبعدين تعد قاره اسيا اكبر القارات مساحه واكبر القارات في امتدادها او امتلاكها موقع فلكي اللي هي دوائر عرض يعني. ما هي الاكبر، فالاكبر دي بتكون كبيره في كل حاجه. تعالى يا باشا تعد اسيا اكبر قارات العالم من حيث الامتداد الفلكي. طب يا عم معتز وبعدين تعالى دوائر العرض الرئيسيه اللي بتمر في قاره اسيا احنا لسه قايلينها. دائره السواق، مدار السرطان، الدائره القطبيه الشماليه. قال لك يا باشا دائره السواق، مدار السرطان، الدائره القطبيه الشماليه اللي احنا لسه قايلينها فين؟ على الخريطه. السؤال المعتاد من السنه اللي فاتت هو اهميه قاره اسيا. هتقول لي لا يا مستر السنه اللي فاتت ما كانتش اسيا. انا عارف ان السنه اللي فاتت كانت افريقيا. ان انا عاوز اقول لك ان الاهميه دي هنلاقيها معانا في كل القارات. يعني انت في اولى خدت اهميه افريقيا، في ثانيه هتاخد اسيا وكمان شويه اوروبا، والسنه الجايه هتاخد امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا.
تمام. فسؤال الاهميه ده معانا من السنه اللي فاتت. معظم الكلام هيكون قريب جدا من بعضه. يعني الاهميه الاستراتيجيه، اجي اقول لك بما تفسر لقاره اسيا اهميه استراتيجيه، هتقول لي تطل اسيا على مسطحات مائيه مهمه. هذا رقم واحد. تطل اسيا على مسطحات مائيه مهمه. اثنين، بالاضافه او اشرافها على الممرات الملاحيه ذات الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه المهمه، مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. يبقى تاني يا باشا، واحد هتكون ايه؟ تطل قاره اسيا على مسطحات مائيه مهمه. اثنين، اشرافها على الممرات الملاحيه ذات الاهميه الاستراتيجيه الكبيره، مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز. طبعا انت فهمت ان هرمز من الممرات المائيه المهمه بسبب الحرب اللي موجوده دلوقتي ما بين امريكا وبين روسيا. وروسيا يعني مش روسيا، وما بين ايران. ايران بقى كل ما تغضب وتعمل قلق كده، يبقى مستر معتز هنقفل مضيق هرمز، هنحصل ونقفل مضيق هرمز، وده بيحصل. تمام. يبقى تاني الاهميه الاستراتيجيه، هقول لك تطل اسيا على مسطحات مائيه مهمه. اثنين، اشرافها على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه، مثل نقط ونقط مضيق باب المندب ومضيق هرمز. انا كده اول اهميه. في اهميات طبعا، عندي اهميه دينيه، وعندي اهميه حضاريه، وعندي كمان اقتصاديه. هو جاب الاول ايه؟ جاب الاول الاقتصاديه يا مستر. فهقول له ايه؟ بما تفسر لقاره اسيا اهميه اقتصاديه مهمه، قول له تمثل قاره اسيا معبرا رئيسيا للطرق البريه والطرق البحريه. من امتى؟ قال لك يا باشا منذ اقدم العصور او العصور القديمه، مثل طريق الحرير وطريق التوابل. يبقى تاني رقم واحد، تمثل قاره اسيا معبرا رئيسيا للطرق التجاريه البريه والبحريه منذ العصور القديمه، مثل يا مستر مضيق او طريق الحرير وطريق التوابل. اثنين، ادى موقعها الفلكي طبعا الى تنوع كبير في المناخ، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. الحته دي معاك من الابتدائي اصلا ما اتغيرتش. يعني انت واخدها في الابتدائي واخدها في اولى اعدادي وكمان في ثانيه اعدادي. يبقى اخر مره لقاره اسيا اهميه اقتصاديه كبيره، كله تمثل قاره اسيا معبرا رئيسيا للطرق البريه والبحريه منذ القدم، مثل طريق الحرير وطريق التوابل. اثنين، موقعها الفلكي ادى الى تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. فاضل ايه يا مستر معتز؟ فاضل الاهميه الدينيه والاهميه الحضاريه. ورقم واحد هيجي دي الاهميه الحضاريه، ماشي كده؟ حلو. ورقم اتنين الاهميه الدينيه. الدينيه، تعالى نمسح الحته اللي احنا كتبناها دي يا باشا بسرعه كده. يلا، الاهميه الدينيه والاهميه الحضاريه. طب لما يجي يقول لك لقاره اسيا اهميه حضاريه، نفس الحته المعتاده اللي قلناها السنه اللي فاتت، قامت على ارضها اعرق الحضارات او اقدم الحضارات، وكل له امثله الحضارات. ماشي، تعال نشوف اهو. قامت في اسيا العديد من الحضارات العريقه يعني القديمه، مثل عد معايا حضاره بلاد الرافدين اللي هي العراق، حضاره فينيقيا، والحضاره الهنديه، والحضاره الصينيه، بالاضافه للحضاره الاسلاميه. سهل جدا الحضاريه. ليه؟ هتقول له قامت العديد من الحضارات على ارضها، وتقول له كل الحضارات اللي انت عايزها. فينيقيه، بلاد النهرين، صينيه، هنديه، اسلاميه. طيب لو قال لي دينيه، اقول له تعد اسيا مهد الديانات السماويه الثلاثه: اليهوديه، المسيحيه، الاسلاميه، وتضم العديد من المواقع المقدسه ذات الاهميه الكبرى. طب تقول لي يعني ايه تمتلك مواقع ذات اهميه دينيه او مقدسه؟ هتقول لي يعني عندنا في السعوديه اللي هي في قاره اسيا في الكعبه المشرفه، عندنا في فلسطين اللي هي في قاره اسيا المسجد الاقصى، عندنا في فلسطين اللي هي في اسيا نصف القيامه اللي هي تبع لاخواتنا المسيحيين. ففي اماكن مقدسه الناس بتجي لها من كل دول العالم عندنا هنا. يبقى هنقول له يا باشا تعد اسيا مهد الديانات السماويه: اليهوديه، المسيحيه، الاسلاميه، وتضم العديد من المواقع المقدسه ذات الاهميه الايه؟ الكبيره. كده احنا خلصنا بالنسبه لاسيا كل الاهميات بتاعتها وكل تفاصيلها. نخش على قاره اوروبا، الموقع الفلكي بتاعها والموقع الجغرافي بتاعها. تعال نبدا بالجغرافي. يحيط اسيا المحيطات من ثلاث جهات. طب انا دلوقتي بتكلم عن اوروبا، بتعيد ليه؟ عشان اقول لك تحيط قاره اوروبا المياه من ثلاثه جهات. هناك بقى محيطات، هنا مياه، محيطات على بحار. ثلاثه برضو قال لك المسطحات المائيه بقاره اوروبا ثلاث جهات. يعني الثلاثه مش محيطات، الثلاثه مش محيطات.
لكن في اسيا كانت ثلاثه ايه؟ ثلاثه محيطات. طب يلا بينا يلا بينا. شمالا هتكون المحيط القطبي الشمالي زي ما كانت فين؟ في قاره اسيا. تعالى يلا بينا يلا بينا يا مستر معتز. يلا بينا والدنيا بقت طينه. الدائره القطبيه الشماليه والقطب الشمالي، يبقى المحيط القطبي الشمالي. شمالا ايه يا مستر معتز؟ المحيط القطبي الشمالي. غربا ايه يا مستر معتز؟ المحيط الاطلنطي. يبقى شمالا قطب شمالي، غربا اطلنطي، جنوبا عد معايا بحر متوسط وبحر اسود. يبقى جنوبا ايه يا مستر معتز؟ البحر المتوسط والبحر الاسود. طب شرقا ايه يا مستر معتز؟ قاره طبعا اسيا، ولو جه قال لي جبل هقول له جبال اورال. تمام تمام. احنا لسه قايلين نعيد تاني ان يفصل اسيا عن اوروبا جبال ايه يا مستر معتز؟ جبال اورال. طب عم معتز تاني يحيط المسطحات المائيه قاره اوروبا من ثلاثه جهات: من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الغرب المحيط الاطلنطي، من الجنوب البحر المتوسط والبحر الاسود، ومن الشرق قاره اسيا. تعالى يا باشا نشوف النظر هيقول لنا ايه. تعالى يا برنس يلا. شمال المحيط القطبي الشمالي زي ما احنا قلنا، غربا المحيط الاطلنطي زي ما احنا قلنا، شرقا قاره اسيا زي ما احنا قلنا، جنوبا بحر اسود وبحر متوسط. من خلال الموقع الجغرافي لقاره اوروبا تلاقيها ان هي قريبه من قاره افريقيا عند مضيق، بص اهو، جبل طارق. يبقى اوروبا وافريقيا قريبين من بعض عند مضيق جبل طارق. تعالى يا عم معتز نشوف الموضوع. تقترب اوروبا من قاره افريقيا زي ما احنا قلنا عند مضيق جبل طارق. يا عم معتز يا غالي، الموقع الفلكي تعالى نشوف، مش عاوزينه حفظ. 36 71 شمالا، فهي بتقع بالكامل في نصف الكره الارضيه الشمالي. خطوط الطول 25 غربا 66 شرقا، مش عايزينها برضه. طب في دوائر عرض رئيسيه انا قلتها لك من شويه، دائره واحده بس هي الدائره القطبيه الشماليه. يبقى تمتد في اوروبا باكملها في نصف الكره الارضيه الشمالي. ممكن هنا ما النتائج؟ سؤال يلا معتز جامد جدا. ما النتائج؟ هتقول له يا باشا وتحفظها: ادى لوقوع معظم القاره في المنطقه المعتدله الشماليه. ادى الى يا باشا وقوع معظمها في المنطقه المعتدله الشماليه. يبقى من النتائج نقول له ايه؟ وقوع معظمها في المنطقه المعتدله الشماليه. دوائر العرض الرئيسيه اللي بتمر فيها احنا لسه قايلينها وبنعيدها تاني هي الدائره القطبيه الشماليه. هنخش على الاهميه، وسؤال الاهميه يعني بما تفسر. الثلاثه يا باشا، والثلاثه هتلاقيهم طلعوا دلوقتي قدامنا على الشاشه. بيقولوا لي ايه؟ انا استراتيجيه، انا اقتصاديه، انا حضريه. تمام. والثلاثه اكتب جنبهم وانا مغمض: بما تفسر، بما تفسر، بما تفسر. هتقول لي يا مستر معتز سهلين، اقول لك ان شاء الله. لان لما اجي اقول لك استراتيجيه هتقول لي تطل قاره اوروبا على مسطحات مائيه مهمه. هتقول لي يا مستر انا حافظها في اسيا، اقول لك برافو عليك، متقرره في اسيا. يبقى تاني رقم واحد هتقول له تطل قاره اوروبا على مسطحات مائيه مهمه. اثنين، نفس الجزئيه، الشفع على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه. هنقول مين بقى؟ مضيق جبل طارق، ايوه، ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل. حلو جدا مستر معتز. انا حاسس ان الاهميه في الاستراتيجيه في اسيا هي الاهميه الاستراتيجيه اللي في اوروبا بتغيير المضايق. اقول لك بالظبط زي ما انت قلت، بنقولها كمان مره: الاهميه الاستراتيجيه تطل قاره اوروبا على مسطحات مائيه مهمه. اثنين، اشرافها على ممرات ملاحيه ذات اهميه استراتيجيه كبيره مثل مضيق جبل طارق ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل. عم معتز صباح الفل، ايه الجمال والنشاط ده؟ يلا يا عم في ايه؟ الاهميه الاقتصاديه اقول لك بما تفسر. تقول لي الموقع الجغرافي لقاره اوروبا ادى الى سهوله التواصل الاقتصادي بينها وبين قارات العالم. تاني، الموقع الجغرافي لقاره اوروبا ادى الى سهوله التواصل الاقتصادي بينها وبين قارات العالم. طبعا الثانيه اللي هي معتاده من سنه 6 ومن الابتدائي، اللي هي الموقع الفلكي ادى لتنوع مناخها وبالتالي تنوع النباتات الطبيعيه والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. ايوه هي دي، مش محتاجه حاجه. تمام. طيب الحضاريه، نفس البدايه اللي ببدا بيها على طول، واقول لك ايه؟ قامت العديد من الحضارات، وتقول له امثله الحضارات. فتقول له قامت حضارات قديمه في اوروبا زي الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. تاني يا باشا، قامت عده حضارات مثل الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. تاني يا باشا اقول له
قامت عده حضارات على ارضها مثل الحضاره اليونانيه والحضاره الرومانيه. اتنين، قامت بها الحضاره الغربيه الحديثه، اللي قامت فيها الثوره الصناعيه والثوره العلميه. اتنين، قامت الحضاره الغربيه الحديثه والتي شهدت الثوره العلميه والثوره الصناعيه. طب يا مستر معتز، ايه الدنيا؟ انت اللي ايه الدنيا؟ انت ايه الدنيا عندك؟ ايه الصعب عندك دلوقتي؟ هتقول لي يا مستر ما فيش اي حاجه صعبه. اقول له برافو عليك، ما فيش حاجه فعليا عندنا صغير دلوقتي صعبه. هنبدا بمظاهر السطح اللي موجوده هنا. فانا هتكلم عن مظاهر السطح دي يا مستر. يعني ايه؟ يعني يا قلبي جبال، هضاب، سهول. فتعال نشوف يا باشا تنوع مظاهر السطح في قاره اسيا. فده سؤال ايه يا مستر معتز؟ ده سؤال يا نجم النجوم. دلل. فهقول لك فيه ايه يا مستر؟ قاره اسيا تشغل السلاسل الجبليه والهضاب اكبر من نص مساحه القاره. يعني الجبال والهضاب في اسيا اكتر من نص مساحه القاره. سهله دي سهله دي. فهقول له قاره اسيا تشغل الهضاب والجبال اكثر من نص مساحه القاره. طب ما تيجي تقول لي يا مستر معتز اوروبا؟ اقول لك اوروبا متقسمه لجزئين. اوروبا اتقسمت جزء شمالي وجزء جنوبي. الجزء الشمالي ده فيه يا مستر يتكون من السهول المنبسطه التي تنتشر بها التلال والهضاب قليله الارتفاع. يبقى النص الشمالي فيه سهول فيضيه، في تلال، في هضاب، الاثنين يعني قليله الارتفاع مش عاليه. يبقى النص الجنوبي فيه السلاسل الجبليه العاليه. يبقى الشمال فيه ايه يا مستر معتز؟ السهول الفيضيه والتلال والهضاب قليله الارتفاع. طيب الجنوبي فيه ايه يا مستر معتز؟ الجنوبي السلاسل الجبليه العاليه. يبقى مظاهر سطح قاره اسيا واوروبا يا باشا. دلل. اقول له قاره اسيا تشغل السلاسل الجبليه والهضاب اكثر من نصف مساحه القاره. اوروبا يتكون الجزء الشمالي من السهول المنبسطه والتلال والهضاب قليله الارتفاع. الجزء الجنوبي للقاره يتكون من السلاسل الجبليه العاليه. طيب هنبدا بيها مستر معتز. ابدا بجبال قاره اسيا. في كم جبل في اسيا؟ في جبال كتير. بس هو مين الكتير؟ هو مين الكتير؟ اختار لك كام واحده؟ اختار لك واحده اللي هي جبال الهيمالايا. اهو حتى على الخريطه اهو مسهل لك الدنيا جدا يا باشا. في اسيا وانت مغمض جه قال لك جبل هو واحد بس اللي اختاره لك، جبال الهيمالايا. هتقول لي يا مستر معتز وما فيش غيره؟ اقول لك لا، انا لسه قايل لك ان الجبال والهضاب في اسيا بتشغل نص مساحه القاره. صح؟ تقول لي صح. هو بقى من كل ده عشان ما يلخبطكش لان الجبال كتير اختار لك اهم جبل وجبال الهيمالايا اعلى جبال العالم، ويوجد فيه قمه ايفرست اعلى قمه جبليه في العالم. فدي عشان وانا مغمض كده خلصنا، دي جبال الهيمالايا. تعال نشوف هنا. جبال الهيمالايا اعلى واضخم السلاسل الجبليه في العالم، وتوجد بها قمه ايفرست. مالها؟ التي تعد اعلى قمه جبليه في العالم ويبلغ ارتفاعها 8848 متر. يبقى مفيش كده، مفيش تفكير ان دي جبال الهيمالايا. خلصانه. هي الهيمالايا اعلى واضخم سلاسل جبليه في العالم، يوجد بها قمه ايفرست اعلى قمه جبليه في العالم. طب يا عم معتز، ايه اللي بعد كده؟ الجبال بس في قاره اوروبا. الجبال في قاره اوروبا جميله جدا جدا جدا. فالموضوع في اوروبا مختلف شويتين ثلاثه. يوجد بها العديد من السلاسل الجبليه واشهرها جبال الألب. جبال الألب. هرجع للحته دي دلوقتي. تعال نشوف جبال الألب. تأخذ مسميات تختلف من دولة لأخرى. يعني ايه يا مستر معتز؟ يعني بص كده، كل الجبال اللي في أوروبا اسمها جبال الألب، بس كل دولة بتسمي الجبل بمزاجها. قال لك يا باشا جبال الألب. ها جبال الألب لها مسميات تختلف من دولة لأخرى. البرونس، في دولة مسميها البرونس اللي هي مين؟ فرنسا وأسبانيا. هي جزء من جبال الألب، بس في فرنسا وأسبانيا مسمينها ايه؟ البرونس. وجبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقاء. طب اعلى جبال قاره اوروبا مون بلان. اعلى قمه جبليه في اوروبا مون بلان. يبقى في العالم افرست، في اسيا ايفرست، في اوروبا مون بلان. تعالى بقى على الخريطه يا مستر معتز. ادي جبال الألب، ادي جبال البرونس، دي اسبانيا ودي فرنسا. فما بين اسبانيا وفرنسا جبال البرونس،
وهنا كده جبال القلب الديناريه. يبقى الجبال اللي موجوده في اوروبا جبال القلب في النص اهو. ها، ناحيه اليمين القلب الديناريه، ناحيه الشمال البرونز. تمام. اعلى قمه جبليه في اوروبا مون بلان. تمام تمام يا عم معتز. طب وبعدين قال لك تعالى نشوف. ها، ايه القصه؟ الهضاب. طبعا هنتكلم عن الهضاب اللي موجوده في اسيا والهضاب اللي موجوده في اوروبا. ابدا بايه؟ هبدا باسيا، وتعالى نشوف ايه الهضاب اللي موجوده في قاره اسيا. تعالى تعالى. عندي هضبه التبت، وهضبه الدكن، وهضبه شبه الجزيره العربيه. يبقى لما جه جبل قال لك جبل الهيمالايا، لما جت هضاب قال لك ثلاث. هضبه التبت في وسط القاره، اعلى هضاب العالم، وتعرف باسم سقف العالم. ادي اكمليه، حته اكمليه يعني. يبقى يطلق على هضبه التبت اسم نقط اسم سقف العالم. ماشي ماشي. هضبه توجد جنوب الهند، او دي الهند السبعه دي، السبعه دي الهند. جوه الهند من جوه كده هضبه الدكن. يبقى هنا هضبه التبت عشان ما تلخبطش جوه السبعه الدكن. طب وهنا يا مستر معتز هضبه شبه الجزيره العربيه. يبقى الهضابه اهي تاني، الهضابه اهي في السبعه الدكن، فوق كده التبت، هنا اهو شبه الجزيره العربيه. ماشي يا باشا ماشي. اعلى هضاب العالم توجد في قاره ايه؟ في قاره اسيا. هي ايه؟ التبت. تعرف بايه؟ بسقف العالم. تمام يا باشا. وهضبه شبه الجزيره العربيه في الغرب. طب الهضاب اللي موجوده في اوروبا اتنين. ها، فيها كام واحده؟ فيها اتنين. هم مين يا عم؟ هم الميزيتا وفرنسا. ها، هم مين يا مستر معتز؟ الميزيتا وفرنسا. تعال يا باشا، الميزيتا في اسبانيا اهو، وفرنسا في فرنسا عادي يعني، سهله اهي، بتاخد وتدي اهي. يبقى الميزيتا في اسبانيا وفرنسا في فرنسا. الميزيتا في اسبانيا وفرنسا في فرنسا. ها، ايه المشكله؟ ها، ايه الصعب؟ تقول لي يا مستر الدنيا جميله، اقول لك انت اجمل يا قلبي، بس فين اللايف؟ ها، تعال نشوف السهول. بما اننا اتكلمنا عن السهول فانا هتكلم عن نوعين من السهول، وهي السهول الفيضيه والسهول الساحليه. في قاره اسيا بيجري العديد من الانهار التي كونت السهول الفيضيه الواسعه الخصبه. في قاره اسيا يجري العديد من الانهار التي كونتها السهول الفيضيه خصبه وواسعه. تعالى بقى عشان في هنا ليله، عايزين نطلع من الليله الكبيره ديت باللي احنا عايزينه بمعلوماتنا. في الشمال، في الشرق، في الغرب، في الجنوب، يعني في كل حته. سهول شماليه، سهول سيبيريا. يبقى تعرف السهول الشماليه في اسيا باسم ايه؟ سهول سيبيريا. يجري فيها انهار او عده انهار: اوب، وينسي، وليمه. هات من الاول يلا. ها، سهول شماليه، سهول سيبيريا، يجري فيها عده انهار: اوب وينسي وليمه، تتجمد في فصل الشتاء. يا جماله يا جماله، يا تكاته يا حركاته. يبقى تاني. ها، سهول شماليه، سهول سيبيريا، يجري فيها عدة أنهار: أوبوا، ينسي، ولينا، تتجمد في الشتاء. طيب الشرقية فيها اتنين: سهول شرق الصين من الصين، وسهول منشوريا. ها، سهول شرقية، سهول الصين وسهول منشوريا. سهول شرقية، سهول شرق الصين وسهول منشوريا. سهول الصين تجري فيها عدة أنهار، وأهمها اليانجتسي، وأهمها اليانجتسي. أطول أنهار آسيا والثالث عالميا. أطول أنهار آسيا والثالث عالميا. وسهول منشوريا يجري فيها نهري أمور، وسهول منشوريا يجري فيها نهري أمور. يبقى تاني: شرقية، سهول الصين تجري فيها عدة أنهار، أهمها اليانجتسي. في مشكلة؟ أطول أنهار آسيا والثالث عالميا. وسهول منشوريا هتبقى إيه؟ سهول نهر آمو.
والغرب هتبقى مين؟ دجله والفرات. والغرب هتبقى مين؟ دجله والفرات. وجنوبها هيبقى مين؟ سهول نهر السند. وجنوبها هتبقى مين؟ سهول نهر السند. انا شايف ان دي من اغلس الحاجات اللي احنا خدناها. تعالى بقى نترجمها على الخريطه. تعالى يا عم معتز نترجمها على الخريطه. تعالى نشوف يا باشا. تعالى يلا بينا. ها والدنيا. يلا. ها يانجتسي يبقى ده الصين. فوق هنا امور. يبقى انا عندي هنا اربعه اهو. تحت يانجتسي، فوق امور. تعالى بقى. نهر السند، نهر الجنج ما قلناهوش، احفظه برضو معاك. نهر السند، نهر الجنج. ها تعالى بقى نشوف الغرب. دجله بره، الفرات جوه. دجله بره، الفرات جوه. يبقى الفرات، دجله، السند، الجنج، يانجتسي، امور. اطلع فوق. او. ينسي. شوف واخدين او. ينسي بعيده لينا، مقموصه مع نفسها. يبقى تاني يلا. السند، الجنج، يانجتسي، امور، دجله، الفرات، طوب، ينسي، لينا. ايه المشكله كده؟ مفيش اي مشكله. فاضل السهول الفيضيه في قاره يا مستر معتز؟ في قاره اوروبا. فيها ايه يا مستر معتز؟ السهل الاوروبي العظيم. اكبر السهول الفيضيه في اوروبا. هو اهم حاجه اصلا في اوروبا السهل الاوروبي العظيم. تمام. بيجري فيه انهار الفولجا، اطول انهار اوروبا. الفولجا اطول انهار اوروبا. وعندك نهر ايه كمان؟ الدانوب. يبقى اطول انهار اوروبا الفولجا، وبعد كده الدانوب. تمام. اهميه السهول الفيضيه في اوروبا ده سؤال مهم جدا بما تفسر. مهم جدا. جدا. هنقول له اهميه السهول الفيضيه في قاره اوروبا. تقول له ساعدت على السهول الفيضيه على سهوله اتصال اجزاء القاره وتحقيق التنميه الزراعيه. يبقى اهميه السهول الفيضيه لقاره اوروبا، سؤال امتحان هيبقى ازاي؟ هتقول له ساعدت على سهوله التواصل بين اجزاء قاره اوروبا وتحقيق التنميه الزراعيه. تقول له يا باشا ساعد على سهوله التواصل والاتصال بين اجزاء القاره وتحقيق التنميه الزراعيه. تعال نشوف يا مستر معتز. تعال نشوف يا سيدي السهل الاوروبي العظيم. يعني من اول هنا كده لحد هنا كده يا باشا، كل ده سهل اوروبي عظيم. تمام. فاكرين ده بحر ايه؟ هتقول لي يا مستر ده كان البحر الاسود. اقول لك برنسيالا، وطالع منه الدانوب. طيب هنا ده كان بحر قزوين اللي هو تبع اسيا. طيب الفولجا. طب ايه اللي خلاه تبع اسيا؟ ما هو معظم مساحته في اسيا، واخد حته صغيره جدا فين؟ في اوروبا. فكده يا باشا اتكلمنا ان انا عندي نهر ايه؟ الفولجا. يبقى هنا نهر الدانوب، هنا نهر الايه؟ الفولجا. ده السهل الاوروبي العظيم طبعا من حتتين الدائره القطبيه الشماليه. فاضل يا مستر معتز، انت طولت علينا. ما طولتش عليك يا قلبي والله. ما طولتش عليك. انا قايل لك من الاول لو انت بتشرب حاجه هات وتعالى اقعد معايا، لان الدرس النهارده طويل. تمام. تمام. فالسهول الساحليه اللي في اسيا احنا خلاص يا مستر معتز. شمال المحيط القطبي الشمالي، جنوب المحيط الهندي، شرق المحيط هادي. قال لك اهو الاول سيبك من كل ده. تاتي في المرتبه الاولى بين قارات العالم من حيث السواحل. قاره مين؟ قاره اسيا. طبعا ليه؟ بسبب اتساع مساحتها لان اكبر واحده. وكثره الخلجان والاذرع المائيه بها. تاني بسبب اتساع مساحتها وكثره الخلجان والاذرع المائيه بها. يبقى تاني يا باشا هنقوله بسبب ايه بقى؟ اتساع مساحتها وكثره الخلجان والاذرع المائيه بها. بسبب ايه يا باشا؟ اتساع مساحتها وكثره الخلجان والاذرع المائيه بها. تعال نشوف يا باشا. تختلف، سؤال مهم جدا، ما بين السطور. تختلف اتساع السهول الفيضيه من منطقه لاخرى بما تفسر. يعني ايه اللي يخلي السهول الفيضيه واسعه وضيقه؟ المفروض من السنه اللي فاتت واحنا حافظينها، بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائيه. يعني يا مستر، يعني السهول الساحليه واسعه يبقى ما فيش جبال قريبه منها، يبقى ما فيش هضاب قريبه منها. طب ضيقه يبقى بسبب اقتراب المرتفعات من الساحل. تمام. تمام. يبقى تاني يا باشا يختلف اتساع السهول الفيضيه من منطقه لاخرى كله ايه بقى؟ طبعا الاقتراب او ابتعاد المرتفعات من الساحل. ويوجد بالقرب من سواحل قاره اسيا عدد من الجزر
مثل سريلانكا، تقع في جنوب الهند بالاضافه لمجموعه من الارخبيلات. ايه الارخبيل ده؟ جزيره او مجموعه من الجزر الصغيره في سريلانكا وفي اليابان وفي اندونيسيا. في سريلانكا وفي اليابان وفي اندونيسيا وفي الفلبين. تمام تمام. الجزر دي انا هرجع اراجعها لك تاني لوحدها. تمام. طيب السهول الساحليه لقاره اوروبا يختلف اتساعها من مكان لاخر. لو جه قال لك هنا بما تفسر تقول طبقا لاقتراب او ابتعاد المرتفعات من الساحل. اجابه ثابته معاك. يبقى السهول الساحليه بتختلف في الوسع والضيق بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات عن الساحل. تتميز سواحل قاره اوروبا بكثره التعرض. سؤال مهم جدا جدا جدا. تقول له ادى ذلك الى انشاء العديد من الموانئ الطبيعيه مثل ميناء روتردام بهولندا. يبقى التعرض في اوروبا عمل ايه؟ عمل موانئ طبيعيه. مثل ايه؟ روتردام بهولندا. تتعرض السهول الساحليه في قاره اسيا وقاره اوروبا الى تهديد كبير. بما تفسر هتقول له يا باشا بسبب التغيرات المناخيه والتلوث والاستغلال المفرط. بسبب يا مستر معتز التغيرات المناخيه والتلوث والاستغلال المفرط. بسبب يا مستر معتز التغيرات المناخيه والتلوث والاستغلال المفرط. بهنا يا اولاد نكون وصلنا لنهايه درس النهارده. درس مظاهر السطح في قاره اسيا وقاره اوروبا مليان وتقيل ودق. ايوه عشان الخرايط. طبعا هنبدا احنا نعمل ريلزات صغيره للخرايط اللي موجوده عندنا عشان الدنيا تكون موجوده وسهله جدا. فلو انت اول مره تتفرج علينا تشترك باللايك، تشترك في القناه، تصلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.